اشترك في القناة وتعليق تحفيزي للمحتوى وكثير من لايك ومرئيكم بالمباراة. تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 والتي تستضيفها ألمانيا العام المقبل بعد الفوز الصعب على مضيفه منتخب النرويج بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب وليفل ستاديوم في أوسلو ضمن منافسات الجولة 8 من تصفيات كأس الأوروبية المؤهلة لا يورو 2024. وسجل ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا هدفا قبل الدقيقة 20، لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو نتيجة التسلل، وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر نجم برشلونة الشاب جافي في الدقيقة 49. وقد تم اللجوء لتقنية الفيديو أيضا، ولكن قام الحكم باحتسابه، وبهذه النتيجة يتأهل منتخب إسبانيا ومعه منتخب اسكتلندا إلى نهائيات يورو 2024 بعد احتلال الثنائي صدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة لكلا منهما. ويحتل منتخب إسبانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات يورو 2024 برصيد 15 نقطة، متقدما على اسكتلندا المتصدر بفارق الأهداف، فيما يأتي منتخب النرويج في المركز الثالث برصيد 10 نقاط. وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي: حراسة المرمى